عمل ابجريد قوي جدا في حراسه المرمى بوجود ديفيد رايا اللي جابه وبنى عليه جزء من طريقه لعبه، بالاضافه بقى لتصدياته الخرافيه اللي كانت حاسمه بشكل كبير في فوز ارسنال بالدوري. غير كمان انه الثالث موسم على التوالي بيحقق جائزه القفاز الذهبي، والسنه دي عمل رقم قياسي ب 19 كلين شيت. بالاضافه بقى للثنائيه الاسطوريه جابرييل وساليبا، الاثنين الافضل في العالم والاكثر تكاملا، اللي قدروا مع بعض يستقبلوا بس في الدوري الانجليزي الموسم ده 26 هدف باكس جي وصل في المباراه الواحده 0.74، يعني ما كملش هدف. عجزوا الفرق لدرجه ان متوسط التسديد على مرمى ارسنال في الماتش الواحد وصل ل 2.4، وده رقم يزهق اي منافس. غير ان شراكتهم سوا الموسم ده نتج عنها 15 كلين شيت. وخلي بالك ده الصح، عشان تكسب بطوله لازم يكون عندك حارس قوي ودفاع قوي، وده اللي عمله مورينيو في موسم 2004 2005، وعمله كلوب في الدوري الوحيد اللي كسبه مع ليفربول. كسبه لما جاب حارس قوي اليسون ومدافع قوي وهو فان دايك، وقبله برضه عملوا فينجر في دوري اللا هزيمه. خلي بالك ده اللي هيعمله اي فريق عشان يكون قوي من كل النواحي.